السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناتكم. إن كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، أدعوك للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم كل جديد. وإليكم التفاصيل. يشهد المشهد الكروي الجزائري حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد عودة المنتخب الوطني لخوض مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم 2026. وتتصدر أخبار عودة النجم يوسف بلايلي إلى صفوف الخضر اهتمام الجماهير والمتابعين بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع فريقه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. يوسف بلايلي الذي غاب عن تمثيل المنتخب الوطني لفترة عاد بقوة إلى الأضواء بتألقه اللافت مع الترجي. سجلاته التهديفية وصناعته للأهداف في دوري أبطال أفريقيا جعلته محط أنظار الجميع، حيث يتصدر قائمة الهدافين وصانعي الأهداف في البطولة القارية. هذه الأرقام القياسية تدل على عودة بلايلي إلى مستواه المعهود وتزيد من فرص استدعائه للمنتخب. كان المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد وضع شرطاً محدداً لعودة بلايلي إلى صفوف الخضر، وهو التألق في دوري أبطال أفريقيا. وبما أن اللاعب حقق هذا الشرط، فإن الباب بات مفتوحاً أمامه للعودة إلى المنتخب الوطني. تترقب جماهير الكرة الجزائرية بفارغ الصبر عودة بلايلي إلى صفوف الخضر، فاللاعب يتمتع بشعبية كبيرة، وقد أثبت قدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة. وتأتي عودته المحتملة في الوقت الذي يحتاج فيه المنتخب إلى كل العناصر القوية لتخطي عقبة التصفيات المؤهلة لكأس العالم. يبقى السؤال المطروح: هل سيتم استدعاء يوسف بلايلي إلى قائمة المنتخب الوطني في المباريات المقبلة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكشفها الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يعلن المدرب بيتكوفيتش عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المباريات المقبلة. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليق أسفل الفيديو وتابعوا معنا كل جديد.